تعالى اقولك، لو جعانه بعد نص الليل تعملي ايه؟ انا كان عندي فطيره صغيره، كان عندي جبنه رودس بطعم الجبنه الرومي، فاخدت معلقه منها ودهنت بيها الفطيره، ادهنها كلها. كده كانك بتعملي بيتزا وبتدهنيها صلصه، فهنعتبر دي البيتزا والجبنه دي الصلصه. فانا دهنتها كلها، وبعدين كان عندي شريحتين جبنه رومي هقطعهم برضو عليها قطعة صغيرة كده، بحيث ان هي تسيح وتدي طعم حلو فيها. لو عندك بقى ميكرويف تحطيها في الميكرويف دقيقة ونص او دقيقتين وادعيلي بقى. انا ما عنديش ميكرويف، فهحطها على طاسة تيفال على النار وهوطي عليها خالص. هدهن طبعا الطاسة زيت، وهوطي عليها خالص واغطيها. هتسخن بقى وكل الحاجات اللي عليها دي هتسيح، والطماطم والفلفل هتحسي ان هي استوت. انا هنا قطعت كل القطع الجبنه الرومي قطع صغيره. هقطع برضو فلفل واوزعه. كان عندي زيتون بس نسيت احط للاسف. دي بقى افتكاسه من افتكاسات اخر الليل. طبعا كلنا عارفين جوع اخر الليل اللي بيبقى ملوش حل، فبتقومي بقى بتفتكسي اي حاجه في التلاجة. قطعت بقى الفلفل قطع صغيره ورقيقه، لان انا مش هدخلها فرن ولا حاجه عشان يبقى طعمه مستوي. هقطع برضو الطماطم شرايح رقيقه خالص وصغيره. عايزه اقول لكم الاختراع ده ينفع عشاء، ينفع فطار. اوقات كتير بعملها لسليم في اللانش بوكس، يعني ببقى زهقانه مش عارفه، محتاره قصدي، مش عارفه اعمل له ايه في السندوتشات. هو كمان بيبقى زهقان من الاكل وكده، فبروح جايبه له الفطيره دي وبعملها بالطريقه دي، او ممكن احط عليها جبنه رومي بس، او لو ما عنديش اي حاجه خالص بحط عليها جبنه قديمه عادي، بقطع عليها طماطم وفلفل وبقطعها له مثلثات وبحطها له في اللانش بوكس. بيفرح بيها قوي. قطعت برضو الطماطم، وطبعا زي ما بقولكوا انا نسيت احط زيتون. حطيتها بقى في طاسه تيفال على النار، وولعت وطيت النار وحطيت شويه زيت صغيرين خالص، وهديت النار عليها وسبتها براحتها خالص. قعدت حوالي 10 دقايق، كانت مستويه ولذيذه.